هو ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ معقول انزل اجيب مفروم ولحمة العيد؟ طبعا انتوا عارفين ان انا علشان التصوير بجيب الحاجة بتاعتي بدري، الاقي الجزار بيقول لي كيلو اللحمة وصل ل 400 جنيه. قلت يلا اوزن 2 كيلو ونص لحمة بال1000 جنيه، كده كده ده موسم واحنا داخلين على عيد. افتح الشنطة يا جماعة اشوف المفروم الاقيه كله سمين وشغط وشكله ما يعلم بيها الا ربنا. حمدت ربنا ان انا لسه كنت عند الجزار، رحت منولاه الشنطة واخدت ال1000 جنيه قبل ما يحطوا في الدرج وجريت جبت لحمة الغلابة، عملت 3 كيلو عصاج، طعم وريحة وجمال ب120 جنيه بس. يلا بينا حبايب قلبي نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة علشان بقى نعمل صواني العيد. انا عارفة ان انا هاخد منكم دعوات كتير قوي بسبب الفيديو ده. نسمي الله. وعندنا كيلو من البصل قشرته وغسلته كويس وقطعته كده وهفرمه في الكبة فرم خشن. انا طبعا مش هفرم كمية البصل كلها مرة واحدة علشان ما ينزلش المية بتاعته. انا فرمت جزء هحطه كده في الطاسة واحط عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود على مفرم الباقي علشان الريحة بتاعة البصل ما تطلعش. هركن دي على جنب. وفي نفس الكبة هكمل البصل بتاعي. فاضل جزء من البصل كده هفرمه وهضيف عليه شوية برضو حاجات يتفرموا مع بعض. قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل احمر او فلفل الوان لو موجود عندك، قرن فلفل حامي لو انتوا بتحبوا الحاجة سبايسي، وجزرتين كمان هنقطعهم كده، 4 فصوص من التوم. وهنفرم ده كله مع بعضه فرم خشن، ما يكونش ناعم ولا خشن قوي، يعني يبقى معقول كده. تمام. هنحطه برضو كده على باقي البصل وهنقلب كده الكلام ده كله مع بعضه. عايزه اقول لكم بقى دي هتدي للعصاج بتاعنا طعم رهيب. دي كده بالنسبه لي اساس العصاج. تعالوا بقى نشوف لحمه الغلابه يا جماعه. لحمه الغلابه دي انا جايباها ب120 جنيه. حد دلوقتي هيقول لي هي فين اللحمه دي يا رشا؟ دي نوع من انواع اللحوم، دي قوانص رومي. بصوا شايفينها متنضفه وحمرة ازاي؟ عايزه اقول لكم الانثى كبيره كده وحلوه وكلها بصوا حمرة زي اللحمه بالظبط. وكفايه ان هي حاجه بلدي وضامنينها احسن من الكيلو ب 400 جنيه وشغت ودهن كده وحاجه ما يعلم بها الا ربنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل منه قد ايه، هيطلع لنا عصاج قد ايه للرقاق بقى وللمكرونه بالبشاميل وللجلاش والحاجات الحلوه اللي احنا هنعملها في العيد. كل سنه وانتم طيبين. لو وصلتوا لحد هنا يا ريت تصلوا على الرسول كده وتكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. انا قطعت القوانص بتاعتي قطع صغيره ودي مهم جدا جدا، سكينه حاميه ونقطعها قطع صغيره. عايزه اقول لكم ان دي قوانص رومي الكيلو ب120 جنيه. انا جايباها متنضفه، بصوا ما شلتش منها اي حاجه، لا فيها دهن ولا فيها الحته اللي هي بتبقى ملازقه في المصارين دي. كل ده متشال منه ومتنضف، يعني بمقام 2 كيلو من بتاعه الفراخ، يعني تعتبر اوفر. بصوا بقى انا فرمتها لونها عامل ازاي، بصوا. يعني انت لو هتجيبي لحمه من الجزار استحاله تبقى حمرة كده واستحاله تبقى بالجمال ده. وطبعا احنا غاسلينها كويس جدا جدا بدقيق وملح وعاملين لها محلول نقع كده فيه ليمون علشان الزفاره. تمام. عندي بعد كده ربع كيلو من الفول الصويا، نقحته بقى كده بلتر ميه وسبته زي ما انتم شايفين كده نفش. عصرته كويس قوي قوي علشان نحطه على العصاج. حد هيقول لي يا رشا ده انا عندي صبيان وانا سمعت ان الفول الصويا غلط والكلام ده. يبقى البديل بتاعه برغل. لو انت عايزه تكتري الكميه، عايزه تعملي القوانص من غير ما تضيفي لها اي حاجه براحتك. وينفع ان احنا نحط 8 كيلو بس، لان ربع كيلو بسم الله ما شاء الله كتير ازاي. عايزه اقول لكم ربع كيلو ده ب 15 جنيه. اخدنا بقى الخلطه اللي احنا عاملينها دي، البصل بالجزر بالفلفل ده، حطيت عليه معلقه كبيره من السمنه، لان طبعا القوانص ما فيهاش دهون خالص، مش زي اللحمه هتنزل دهون. فهنحط شويه زيت ومعلقتين كبار من السمنه وهنشوح البصل بتاعنا كده لحد ما يدبل. هننزل بالقوانص اللي احنا فرمينها وبعد كده بقى على نار عاليه لحد ما كل الكلام ده القوانص كده اللون بتاعها يتغير والمسام بتاعتها تتقفل كده. انا لقيت الطاسه دي صغيره فحطيتها في حله لاني لسه هحط الفول الصويا. كده انا حطيت فول الصويا اهو، ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. والله العظيم يا بنات الريحه تجنن بجد، والله العظيم مش بقول كلام. شوفوا احنا عملنا كميه كبيره وب120 جنيه، يعني انت لو هتروحي تجيبي 2 كيلو لحمه شوفيهم بكام، حتى لو لحمه مجمده. لا انا عندي القوانص الفريش دي احلى. حطيت بقى ورقتين لورا وحبيتين حبهان وشويه فلفل اسود وشويه من السبع بهارات وبشره جوز الطيب وحته قرفه خشب صغيره، وقلبت كله تشوح مع بعضه. وبعد كده نزلت بحوالي 4 طماطمات مبشورين. نظبط الملح بقى وبس كده. هنغطي الحله بتاعتنا
وفي الوقت ده كده هنهدي عليها النار خالص لحد ما القوانص تستوي براحتها تماما. لو حسينا ان هي محتاجة سنة مية صغيرة نديها سنة مية صغيرة لو لقينا القوانص ناشفة شوية. شفتوا بقى من كيلو قوانص ب120 جنيه عملنا كمية كبيرة من العصاج. ينفع تعملوه بقوانص فراخ، ينفع تحطوا كيلو لحمة مفروم واحد على الخلطة اللي احنا عاملينها دي، برضو هتضاعف الكمية، كل واحد على حسب ما بيحب. هنحطهم بقى في اكياس او في اطباق فوم كده او في علب زي ما انت عايزه، وتحطيها في الفريزر. تطلعي الطبق على قد الاكله، على قد صينيه الرقاق او الجلاش او اللي انت هتعمليه. بجد جربوا الفكره دي هتعجبكم جدا، وشيروا الفيديو علشان غيركم يستفاد. وما تنسوش بقى حبايبي اللايك للفيديو عشان يوصل لناس تانية. وكل سنه وانتم طيبين.